حسيت انك عشت الموقف ده قبل كده؟ بيحصل اننا بنحس اننا شفنا حاجة معينة قبل ما نشوفها أول مرة، وإنه في مشاهد معينة عشناها قبل كده، أو شفنا حد إحنا فعلا أول مرة نشوفه، وتحس إنك رديت قلت الكلام ده قبل كده مع إن دي فعلا أول مرة. عارف إيه الحكاية؟ وراء كل حاجة بتحصل مجموعة حاجات. أنا مريم رجب في ما وراء الحاجات. هبدأ معاك باللي تعرفه عشان أقولك اللي عمرك ما سمعت عنه. كلنا زي ما قلتلك في الأول إن في موقف معين بنحس إن إحنا عشناه قبل كده، بيقولك إننا كنا في الدنيا قبل كده وعشنا نفس الحاجات دي ومتنا، وإن دي تاني مرة ليك على الأرض. وده اتفق عليه جزء من علماء المسلمين، وقالوا إن بني آدم كان في حياة ليهم قبل كده، ودي كان اسمها حياة الزر، وإنك لما بتشوف المشهد المقرر ده أنت أصلا عشته قبل كده في حياتك الأولى، وإن المشاهد دي دخلت في بعضها، أو إن ليك شبيه في عالم تاني وبيعيش نفس التفاصيل وبنفس حياتك، بس أول ما بيتكرر المشهد لأنه ده حصل مع نسخة منك في مكان تاني وعاش نفس التفاصيل. وده كان رأي الفيلسوف أفلاطون. وفي قصة تانية إن إحنا وفي بطن أمهاتنا حصل وإنه اتعرض علينا شريط حياتنا وكل اللي هيحصل فيها، فلما يقابلك موقف معين حاسس انك مش اول مرة تعيشه، ده لانك شفته اثناء فترة حمل والدتك. ده اللي انت تعرفه، وده التفسير اللي كلنا فاكرينه، بس العلم ليه رأي تاني. في دراسة اسمها ديجافو، ودي كلمة فرنسية معناها شوهد من قبل او وهم الرؤية. الدراسة دي فسرت احنا ليه بنحس اننا قلنا الكلمة دي قبل كده، او اننا شفنا الشخص ده قبل كده، او ان الموقف ده مش اول مره نعيشه. مؤلف الكتاب ده قال ان 70% من البشر بيعيشوا الحاله النفسيه دي، وخصوصا في مرحله الطفوله والمراهقه. والدراسه دي كانت نتائجها ان ده راجع لخلل في المخ، وخصوصا في جزء الذاكره. وهشرح لك شرح مبسط قوي يعني ايه. المخ عندنا فيه جزء بيحتفظ بالمعلومات طويلة المدى زي اسمك وأهلك ومعلوماتك الأساسية، وفي جزء بيحتفظ بالمعلومات قصيرة المدى اللي هي بعد شوية ممكن المخ نفسه يتخلص منها، زي شارع زرته مرة واحدة مثلا، حاجات مش مهمة قوي يعني. المهم لما بيحصل موقف بتحس انك عشته قبل كده بسبب الجزء المسؤول عن نقل المعلومات للذاكرة حصل فيه خلل معين، وبدل ما ينقل المعلومات في أجزاء من الثانية زي الطبيعي، المشهد فضل ثواني أكتر في مخك، وحاسس انك الموقف ده عشته قبل كده، لأن الموقف ده بالنسبة لك لما اتحرك من الجزء ده من الذاكره اللي حصل فيه العطل وبعدين راح جزء تاني كانه اتكرر. وان كمان احيانا في مواقف معينه العين بتخزن بسرعه المواقف، وبيحصل ان عين بتسجل موقف قبل التانيه، فلما بيحصل والتانيه تدرك الموقف بيبقى الموضوع مش جديد عليها. واكتر الاشخاص المعرضين لحاله الخلل دي هم اصحاب التشنجات والحالات الخاصه بالمخ او الاعصاب عموما. وطبعا في جزء كمان من الناس، ودي في مرحله تانيه، ممكن تدخل مكان وبتبقى عارفه تفاصيله وتكون دي فعلا اول مره يدخلوا المكان ده. ودي الحاجات اللي العلماء رجعوها انها ممكن تكون للروحانيات او للماورائيات، يعني الحاجات اللي مش بنقدر نشوفها او نعرفها. وانت هنا في ما وراء الحاجات هتعرف كل حاجه ومفيش حاجه مش هتعرفها. شاركنا رايك وقولي كنت تعرف ايه عن الموضوع ده، وما تنساش تتاكد انك عامل لايك وكومنت وشير على الفيسبوك، كمان سبسكرايب على اليوتيوب. انا مريم رجب كنت معاكم في ما وراء الحاجات.